باكر أبدع تمكن، وأيضا رئيس نادي النهضة الاقتصادية، والمشاريع والبرامج كثيرة دائما من أجل تحفيز الشباب وفي مجال المقاولاتية وتقديم لهم الدعم والخبرة من خلال الورشات الكثيرة التي تقومون بتنظيمها. إذا نبدأ أولا من نادي النهضة الاقتصادية. ما هي اهتماماته؟ ما هو الدور أو الأشياء المنتظرة من هذا النادي؟ النادي مختص بكل المجالات التي تعنى باقتصاد المعرفة، يهتم بصفة خاصة بالمؤسسات الناشئة وريادة الأعمال. سبق للنادي وأن نظم عدة برامج تدريبية، كان أولها الطالب المهاري. الطالب المهاري كانت نسخة تدريبية تهدف لصقل المهارات الأساسية للطالب في مجال ريادة الأعمال. تلتها برنامج TEC Event أو Think Empower and Create، الذي جاء بهدف جمع أصحاب أفكار المؤسسات الناشئة. نتكلموا عن بداية المشروع كما نعلم أنه يبدأ فكرة، لكن الفكرة في ميدان المؤسسات الناشئة أو في ميدان ريادة الأعمال ضروري أن تطور نموذج أعمال خاص بها، وهذا ما عمل عليه برنامج TEC Event. فنلاحظ أو اعتمدنا في برنامج TEC Event أن يكون المحطة الأولى انتقاء الأفكار، أين تم تسجيل أزيد من 335 فكرة عبر مستوى عبر مستوى جامعات الوطن. كانت هذه الأفكار تشمل ميادين مختلفة، ما حددناش المجالات، تركنا المجالات مفتوحة في أول نسخة. أين كانت تسجيلات مختلفة، أفكار متباينة في مجالات مختلفة. تم عرض هذه الأفكار على لجنة تحكيم أولية، انتقينا منها ما تراه لجنة التحكيم مناسب للبيئة الجزائرية وما رأته مناسب حسب معاييرها. فكان من هذه المعايير أنها اختارت الابتكار كمعيار أول في المشاريع أو الأفكار المطروحة. فالابتكار يكسب اليوم مؤسسات ميزات تسويقية، وهذا المهم وهذا الجديد في قطاع الصناعة وقطاع مؤسسات الناشئة بصفة عامة. نعم. شعاركم من طالب يبحث عن وظيفة إلى طالب رائد قائد على خلق مشروع خاص، ومن أجل هذا يعني قمتم بتنظيم عدة ورشات. تكلمنا على تخصصات هذه الورشات. إذا كنا نهضروا على الفكرة في ميدان ريادة. نعم، معنا بعض الصور لهذه الورشات إذا أمكن مشاهدتها. تفضل. قلت لك كنا نتكلم على الفكرة في ميدان ريادة الأعمال. كما يعلم أستاذي ويشاركني في الرأي عبر خبرته الكبيرة أن الفكرة غير كافية، أو نعم الصور معنا الأفكار للجميع كما يقال. أما التنفيذ هو يعني لرائد الأعمال. نعم، كيف نمر بالفكرة إلى قيد أن تكون قيد الإنجاز. إذن كما نشوف في الصور الآن مجموعة ورشات، هذول الفائزين تاع الطبعة الأولى من TEC Event. إذن الفكرة تمر عبر ورشات لصقلها ولغربلة الأفكار. نعم، لما نقول يعني منافسة، هل كانت على مستوى وطني على مستوى الجامعات؟ هناك تعاون مع جامعة البويرة. نعم أكيد الراعي الرسمي للحدث كان جامعة البويرة تحت رعاية ولاية البويرة أيضا. كان هذا الحدث أولا كملوا من الحدث بعد انتقاء الأفكار تم الدخول في غمار برنامج تدريبي أونلاين مع حاضنة خاصة. استهدف هذا البرنامج التدريبي الورشات الأساسية لإنشاء مؤسسة ناشئة أو مشروع بصفة عامة. كان منها تفكير تصميمي، كان منها المحاسبة لغير المحاسبين، كان منها نموذج أعمال تجارية BMC بزنس موديل كانفا. كان فيها أيضا مجالات أخرى مثل التسويق الاستراتيجي. كانت هذه المجالات الأولى التي تعرض لها الطلبة أو المشاركون في البرنامج أونلاين في المرحلة الغير حضورية. بعدين كان عندنا مخيم حضوري أو تدريب، مرحلة تدريبية حضورية تمت في البويرة. تم أيضا أخذ ورشات أخرى على ضوء الورشات الأونلاين. تم التدقيق
الغلغلة أكثر والتغلغل أكثر أقول في ثنايا هذه الورشات. فشاهدنا أولا محاضرة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في خلق الميزة الابتكارية، وهو ما نعيشه اليوم في الواقع. دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الناشئة، كثير من المؤسسات الناشئة تسأل عن ما سيصنع هذا المجال من هنا إلى 30 سنة. نشوف اليوم أنه مثلا نشوفوا تشات جي بي تي تقلب الموازين بالنسبة للمحركات البحث، تقنية جديدة. فهذا الأمر استدعى أنه تكون ورشة مخصصة للذكاء الاصطناعي، ورشات أخرى مثل التسويق الاستراتيجي، ورشات أخرى مثل المحاسبة لغير المحاسبين، دراسة المشروع، دراسة جدوى المشروع. أيضا كانت ورشة في البي ام سي الذي هو اللبنة السرية لنجاح المؤسسات الناشئة. الفرق بين المؤسسات الناشئة اليوم الناجحة والتي تفشل لا يكون في الهيكل العام. نشاهد العديد من الشركات تعمل في نفس المجال، تبدأ بنفس الطريقة، لكن السر وغالبية الأسرار أو ما تحدده المؤسسة عن مؤسسة B، وما تمارسه عن مؤسسة B ويدفعها للنجاح هو نموذج مخطط الأعمال التجارية الذي تصنعه والذي تتميز به المؤسسة الناشئة عن بقية المؤسسات. فالمؤسسة الناشئة تتخبط في سنواتها الأولى حتى تجد البي ام سي المناسب لها، والذي يحقق لها ذروة كبيرة من الأرباح والتوسع والانفتاح أكثر لتصبح مؤسسة ضخمة، لأنه مؤسسة ناشئة ستكون مرحلة في الأخير. نعم. إذن بعدين كان عندنا تسابق أو مسابقة بين حاملي الأفكار. إن كانت المسابقة بجو حماسي، كبير، تنافس أكبر، مجالات مختلفة، وكان عندنا ما يسمى حديث المصعد في ريادة الأعمال أو البيتش، 3 دقائق لتقنع لجنة التحكيم. وهذا ما يجعل التحدي أكبر بفعالية المشروع أو عدم فعاليته. نعم. وإقناع لجنة التحكيم باختيار مشروعهم للاستمرار في الاحتضان عبر حاضنة خاصة. فشاهدنا أزيد من 15 مشروع فقط هم الذين حضروا فعاليات المسابقة. بعد ما كنا 335 صرنا 15 مشروع، وهذا ما تقتضيه المنطق تاع مؤسسة ناشئة. لأنه المؤسسة الناشئة في الأخير نعم أستاذ كمل بعد. لأن المؤسسة الناشئة في الأخير نسبة النجاح فيها مختلفة عن المؤسسة المصغرة. في الأخير 10% فقط هي من المؤسسات الناشئة على المستوى العالمي هي التي تواصل المسيرة، وهذا ما يخدم الاقتصاد الوطني. لأن المؤسسات هذا اسمح لي برك في هذا الميدان برك، واسمح لي أقاطعك. عندما نقارن يعني بالأسواق الدولية ونقول بأن المؤسسات الناشئة في الدول الأجنبية لا تفوق أكثر من 10%. احنا تكلمنا على مؤسسات صغيرة ولا يفوق حجمها 10% من باب النجاح، و90% من باب التعثر تاعها والفشل والغلق وكذا. هذه مؤسسات مصغرة وليس ناشئة. الشيء الذي لابد أن نعرفه باش ما نخوفوش الشباب اليوم الذي هم في الجامعات، السوق الجزائري ليس بسوق كما السوق الأوروبي أو الدولي، لأن لابد أن نقول بهذه اللغة. في سوقنا الجزائري وفي سوق إفريقي كله بقى للمفعول، يعني كل الأفكار التي نقدر نأتي بها هي أفكار عندها فرصة نسبة نجاح كبيرة، ليس ب10% ولكن تفوق أكثر ب10. ولماذا أتكلم هذا؟ لأن الأسواق الأوروبية والأمريكية كل مكتظة بهذه الأفكار. لابد أن لا نخوف هذا الشباب اللي اليوم عنده فرصة ابتكارية، ولو أخذوا الفكرة من دول أخرى وجعلوها جزائرية إفريقية، يعني سوق مفتوح لهم، وهذا الشيء بامتياز يقدر يكون النجاح. الشيء الثاني، وهذا وجه لك السؤال، قلت من 300 مؤسسة فكرة خرجنا ب15 مشروع أو فكرة. السؤال المطروح وهذا هو لب الموضوع. أنا عندي سؤال، هل كانوا معكم مستثمرين
الذي أخذوا هذه الأفكار وأخذوا هذا الشباب لكي يرافقوهم بصيغة الشراكة للذهاب من الفكرة إلى المشروع والمؤسسة. بداية كجزئية بسيطة فقط، لما كنت نتكلم مع السوق كنت نتكلم مع السوق العالمي. الجزائر من الميزات تاع السوق تاعها أنه سوق مفتوح، أنه نسبة النجاح أعلى بكثير. لو نلاحظوا اليوم السوق الجزائري ما عندناش، يتطلب كل شيء، يتطلب الكثير، أي شيء، لدرجة وين أي شيء، أي فكرة تاع مؤسسة ناشئة في دولة ما تقدر تسقطها على الواقع الجزائري وتصبح جزائرية كما تفضل أستاذي. بالنسبة للب موضوع المؤسسات الناشئة المستثمرين، وهو المستثمر أو يقصد الممول الملائكي، نقولوه المستثمر. احنا نعم. احنا توجهنا بدعوة نادي رجال الأعمال، توجهنا بدعوة الشركاء الصناعيين، وعندنا رؤية أبعد بكثير من الرؤية المحدودة الحالية، أنه نوصلوا أنه نقترح مشاكل من طرف الصناعي ومن طرف الاقتصادي، نطرح مشاكل، بعدها على أساس المشاكل يتم صياغة مواضيع التحدي. نعم. هذا المرحلة الثانية اللي حنوصلوا لها، وهذا اللي لابد الشيء اللي لابد اللي تأخذوه بعين الاعتبار، أن تعملوا الفرق بين ما نسميه بالصناديق الاستثمارية نعم والبنوك لأخذ القروض للتمويل. أكيد. والمفروض، هذا نداء لكم عن طريقكم، المفروض هذو رجال الأعمال أن يؤسسوا ليس إلى حاجياتهم خاصة لأنهم لديهم مشاكل في الخطة تاع البرنامج لاشين دو برودكسيون تاعهم، ولكن يؤسسوا صناديق مخصصة في كثير من الميادين، صناديق استثمارية التي هي هذه الصناديق التي تذهب وتستثمر في الشباب. أكيد. عن طريقكم. وهذا ما نشهده، هذا هو المستقبل الذي ننتظره. نعم. وهذا ما نشهده في سيليكون فالي، هذه رئة اقتصاد العالم. نعم. هذا الشيء مازال ما لحقناش احنا، ما لحقنالوش، لكن الذي نطالب به ان شاء الله. دائما في اطار يعني تشجيع الطالب وتوجيهه، تم استحداث 5 مكاتب للدراسات في القطب الجامعي القليعة، مكتب دراسات للمانجمنت وغيرها. صديقنا هشام حمر العين قام لنا بهذا الموضوع في هذا السياق. تدعم القطب الجامعي للقليعة بولاية تيبازا بعدد من مكاتب الدراسات على مستوى المدارس ال4، وذلك بالمدرسة العليا التجارية، والمدرسة العليا للتجارة، والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تدشين مكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمانجمنت. تدشين 5 مكاتب دراسات ب5 مدارس العليا بالقليعة يبين مدى اهتمام هذه المدارس باقتصاد المعرفة وبهذه الأرض الخصبة في مجال تحويل الابتكار إلى منتوج تجاري، وتحويل الابتكار إلى منتوج يتماشى مع احتياجات الإقليم، وبالتالي تصبح لهذه المدارس العليا بالقليعة هذا النمط من التسيير، والذي هو التعليم والبحث العلمي وإنشاء مؤسسات اقتصادية تتماشى مع احتياجات المجتمع. يأتي هذا من أجل جعل الجامعة الجزائرية حلقة هامة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. أكيد زميلنا هشام حمر العين. ونعود لمشروع الطالب الريادي الذي سيطلق في الأسابيع القادمة. إذن في إطار دور الجامعة في خلق الثروة، وفي إطار التوجه الجديد لوزارة التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة ونحو الذكاء الاصطناعي ونحو مؤسسات الناشئة
ارتأينا أن البرنامج طالب الريادي يكون في 5 محاور. هذه المحاور مبنية على أساس تطوير شخصية رائد الأعمال وصناعة رائد الأعمال، أو صناعة اهتمام بريادة الأعمال حتى نكون واقعيين في طرحنا. الطالب الريادي يأتي في 5 محاور أو 4 محاور. المحور الأول المهارة والاستعداد، أيضا محور السوق والمال، أيضا محور الاستراتيجية والتسويق، أيضا محور العوامل الذي يشمل القانون والتكنولوجيا، هو اللي نشوفوه في تحليل باستيل. أيضا اعتمدنا على دراسة سوق، أيضا اللي نشوفوه في تحليل صوت. كان الطالب الريادي مصمم على بيئة رائد أعمال أقول. فطالب الريادي راح يكون أولا في انطلاقته برنامج تدريبي يستقطب مفتوح لجميع الطلبة. حنشوفوا كل محور حنشوفوا فيه مجموعة دورات أو ورشات تدريبية. هذه الورشات التدريبية تكون في إطار كل محور. لما نتكلموا عن المهارة والاستعداد نتكلموا عن المهارات الضرورية في شخصية رائد الأعمال. لما نتكلموا على السوق نتكلموا على دراسة سوق، نتكلموا على كيفية دراسة جدوى مشروع ما. لما نتكلموا على التكنولوجيا نتكلموا على الذكاء الاصطناعي، نتكلموا على التخصصات التقنية الموجودة. أيضا الهدف من هذا الحدث أنه الطالب يفهم أنه ليس بالضرورة أن يكون حامل فكرة ليكون ضمن مشروع مؤسسة ناشئة. الفكرة جزء بسيط من المشروع. صحيح أن المشروع قائم كله على الفكرة، لكنها تحتاج فريق، وهذا من أسرار نجاح المؤسسات الناشئة. عندنا التوقيت ويأتينا في المركز الثاني الفريق. المؤسسات الناشئة اليوم الناجحة التي تأخذ أضواء كبيرة هي مؤسسات تشتهر وتمتاز بأعضاء فريق مميزين، فنولي أهمية بالغة في تكوين فريق فعال، فريق مكون ومقسم على أساس مهارات محددة. فاليوم صاحب الفكرة شيء مهم في الفريق، أن يكون لدينا صاحب فكرة، لكن نحتاج أمور أخرى. نحتاج مطور ليخدم هذه الفكرة في المجال الخدمي. مثلا نتكلموا على منصات سياحية، نحتاج أيضا مسوق، نحتاج أيضا هذه الطرح الجديد الذي نؤتيه. وفي هذا الطالب الريادي تم بالتنسيق مع الجامعة لتشوف أنه اليوم هو الوقت المناسب ليصبح طالب بعقلية جديدة، بعقلية خلق الأعمال، ليس بعقلية البحث عن فرص وظائف فقط. نعم أكيد. شكرا وكل التوفيق لهذا المشروع. شكرا لك زين الدين حجوج، رئيس نادي النهضة الاقتصادية.